رب خلقك، أوجدك من العدم، ورباك بالنعم، وتكفل برزقك، يجيب دعاءك ويكلؤك بالليل والنهار، ترفع إليه يديك فيجيبك، تسأله فيعطيك، تستغيث به فيغيثك، تستنصر به فينصرك، تستعين به فيعينك. ثم تأتي لميت قد أكل الثرى أشلاءه وتقول يا ولي اشفع لي وأغثني، ويا ولي انفعني وادفع ضري، ويا وإلى آخره. هو سخف في العقل ونقص في التفكير، ولكن كما قال الله إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فلهذا عظم الشرك، لأنه خسيس قبيح، منزل خالق رازق يجعل نده مخلوقا من مخلوقاته وعبدا من عبيده، يسوى به رب الأرض والسماوات. إن هذا لهو الضلال المبين. قال إبراهيم عليه السلام أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. تنحتون الحجارة ثم تعبدونها، هذا كله السخف، كله نقص في العقل. ولكن يعمي الله بصيرة من شاء وينير قلب من شاء.